بعد الحادث الأليم يلي تسببت فيه الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن قبل عدة أيام وأدى لوفاة 3 أشخاص وإصابة شخص آخر، بتواجه هلا 10 تهم حسب بيان لوزارة الداخلية بعد ما انحبست 10 أيام على ذمة التحقيق وانحالت للسجن المركزي قبل عرضها على المحكمة المختصة. ولكن ما زالت الوزارة بتتابع سير التحقيقات وسط مطالبة من أهالي الضحايا بمحاسبتها. والتهم 10 الموجهة لفاطمة المؤمن هن القتل الخطأ والإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير مشروبات روحية، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، قيادة مركبة بتأمين غير سار للمفعول، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إلحاق ضرر بممتلكات الغير والممتلكات العامة، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة. وفاطمة كانت عم بتسوق السيارة مع شخص برافقها وقطعت الإشارة الحمراء وصدمت بسيارة تانية، ولكن المحامية تبعها عم بتحاول ترفع شكوى ضد المتوفيين بتهمة التحرش بفاطمة، وهالشي عمل موجة غضب لكتير من رواد السوشيال ميديا، وبيقولوا انه عم بتحاول تقتلهم مرة تانية بالتشهير فيهم. ولكن بتأكد وزارة الداخلية انه ما رح تسمح لأي تدخلات بتأثر على سير القضية. أنا برأيي الشخصي ما في أي مبرر بيدعي لحدا يسوق بسرعة عالية، ولكن برأيكم أنتو هل من المعقول فاطمة تاخذ البراءة بالرغم من أنه ساقت السيارة تحت تأثير الكحول وقطعت الإشارة الحمراء وتسببت بمقتل 3 أشخاص؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.